الاشتراكيين الثوريين. هيبقى معانا بعض المتحدثين هيتكلموا النهارده سواء من الحركه او زملاء لينا في العمل السياسي وفي العمل العام جايين عشان يتضامنوا معانا. هنبدا اول كلمه هي كلمه الدكتور سامح نجيب زميلنا في حركه الاشتراكيين الثوريين. يعني واضح من اللي بيحصل في الايام اللي فاتت دي ان في حمله منظمه، حمله بيشارك فيها الجهاز الامني سواء الجيش مثلا او الشرطه، بيشارك فيها جزء من الاعلام، وللاسف بيشارك فيها اخيرا قوى سياسيه زي الاخوان المسلمين. النهارده مش عارف اذا انتوا شفتوا ولا لا في جورنال الحريه والعداله فيها تقرير مباشر على الاشتراكيين الثوريين على ان هم بيدعوا للعنف والتخريب، وانه ده جزء من رؤيتهم السياسيه، وانه عايزين يستخدموا العنف والتخريب في الفتره اللي جايه. فواضح انه في حمله منظمه وفي تنسيق ما بين الجهات دي، مش في رايي مش لتشويه بس الاشتراكيين الثوريين، لتشويه الثوره نفسها، لوقت الثوره نفسها، لوقت الثوره نفسها، بحيث انه يبقى في متهمين واتهامات جاهزه لو حصل اي مواجهات جديده في الفتره اللي جايه. هم بيدعوا الحمله ديت ان احنا بندعو للعنف او بندعو لاستخدام العنف، وده ملوش اي اساس بالمره. احنا الاساليب اللي احنا بننتهجها هي الاضراب والاعتصام والتظاهر، ودي كلها اساليب سلميه. عمرنا ما دعينا لاي اسلوب اخر غير الثلاث اساليب دي للحرب. ده اول نقطه. العنف هم اللي بيستخدموه، العنف الجيش هو اللي بيستخدمه لفض الاعتصامات، الشرطه هي اللي بتستخدمه ضدنا. فان هم في وسط ما هم بيقتلوا المتظاهرين، في وسط ما هم بيسحلوا الناس، يتهمونا احنا بالعنف، دي حاجه بصراحه مضحكه جدا. النقطه الثانيه اللي هم ركزوا عليها ان احنا عايزين نهد الدوله، انه ودي نقطه طبعا هم بيلعبوا عليها بانهم بيشيلوها من سياق الكلام. احنا عايزين نهد الدوله، عايزين نهد دوله الفقر، دوله الاستبداد، دوله الاستغلال، ونبني على انقاضها دوله جديده، دوله العداله، دوله الكرامه. اي ثوره هي بيحصل فيها عمليه هدم واعاده بناء، هدم لاعاده بناء. الشعار الاساسي في الثوره المصريه كان الشعب يريد اسقاط النظام. النظام لم يسقط بعد، ده كل اللي احنا قلناه، النظام لم يسقط بعد، انه لسه في معارك كتير قدامنا عشان نعرف نسقط النظام. انه النظام النهارده ممثل في المجلس الاعلى للقوات المسلحه، ما تبقى من النظام، قلب النظام هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه. ده كلام لن نتراجع عنه، وده كلام الثوره المصريه نفسها من بدايتها. واي حد شارك في المظاهرات بتاعت امبارح في التحرير هيشوف ايه شعارات الثوره النهارده. الجزء الثالث حوالين الجيش، كلام كانه عن الجيش. لا، في الجيش ضباط وجنود شرفاء رفضوا يشاركوا في قمع المتظاهرين، رفضوا يشاركوا في ضرب الثوره المصريه وضرب وفي على الجانب الاخر مجلس اعلى للقوات المسلحه بيامر جنوده انهم يرموا دواليب ورخام ويضربوا بالنار على المتظاهرين ويسحبوهم في الشوارع ويعروا البنات. لا، الجيش مش حاجه واحده. احنا عشان بنحترم الجيش المصري وعشان بنحترم جنود وضباط الجيش المصري بنقول انه الجيش المصري فيه جانبين، في جانب من الشرفاء اكيد هيرفضوا، حتى لو اتامروا ده اكيد هيرفضوا يعملوا اللي اتعمل خلال الاسابيع اللي فاتت دي، الوحشيه والقذاره اللي استخدمت ضد المتظاهرين في الاسبوعين الثلاثه اللي فاتوا دول. واحنا طبعا مع دول ومش مع اللي بيدوا الاوامر بالقتل. النقطة الأخيرة إنه لازم نفهم إن ده دايماً بيحصل في لحظات زي دي من الثورة. هم مرعوبين من 25 يناير، مرعوبين من الموجة الجاية من الثورة المصرية، مرعوبين من الإضرابات اللي جاية عشان الأزمة الاقتصادية وعشان عدم قدرتهم على إدارة
الاقتصاد في المرحله دي. هيتكاتفوا كلهم اخوان ومجلس عسكري والى اخره عشان يحاولوا يوقفوا الثوره عند النقطه دي، ما يخلوهاش تتجاوز النقطه دي. احنا مع استمرار الثوره، احنا مع تعميق الثوره، احنا مع تحويل الثوره لثوره اجتماعيه، احنا مع استمرار الثوره لغايه ما تحقق المطالب اللي ابتدت بيها، العداله الاجتماعيه، الكرامه والحريه. للاسف لغايه دلوقتي احنا ما حققناش اي من الثلاث حاجات دول، وبالتالي احنا هنستمر في الثوره بالاساليب بتاعت الثوره، بالاضراب، بالاعتصام، بالتظاهر لغايه ما ننتصر.